كنت قرأت فتوى للسيد السيستاني بجواز تعاقب أكثر من رجل على المرأة اليائس. تميمي يغلق الخط. هيقول إيه؟ هيقول إيه على الفضايح دي؟ ده احنا ما شفناش حكام من حكامات اليهود طلع أفتى بمثل هذه الفتاوى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله سماحة الشيخ فاضل، بشرونا عنكم. الله يحفظك. من ايه؟ أنا موالي من مصر وأحببنا أن نسلم عليكم. الله يحفظك يخليك مولاي. حياك الله. متى تزورون في مصر يا شيخ؟ والله احنا الصحة ما يسمح لنا الطلعة. الله يسعدك. الله. متى يشرق نورك يا شيخ فاضل عندنا في مصر؟ اللهم صل على محمد. أشكرك مبرون منك. حياك الله. أشكرك أيدك إن شاء الله ناجي زيارة لكربلاء وندعو لكم في الزيارة عند الطيارة. أشكرك جدا. حياك. حياك شيخ. جزاك الله. كنت قرأت فتوى للسيد السيستاني بجواز تعاقب أكثر. كنت قرأت فتوى للسيد السيستاني بجواز تعاقب أكثر من رجل على المرأة اليائس، المرأة التي انقطع دم الحيض عنها ليس لها عدة، فلو الرجل تزوجها ساعة ورجل آخر ثم طلقها أو وهبها المدة وتزوجها واحد بعدها، فلها أن يتعاقب عليها أكثر من رجل للمتعة، أليس كذلك؟ شيخ فاضل، شيخ فاضل والله الفتوى هي أقسم بالله مش من عندي أهو الفتوى السؤال رقم 12: هل يجوز تعاقب أكثر من رجل التمتع بامرأة واحدة؟ يعني من دون إدخال، لو كانت بكر فعادي 10 يتمتعوا معاه بس يعني تظل بكر كما هي، والحكم مع كذا إذا كانت المرأة يائس فقال يجوز. السيد السيستاني يجوز يا سيد شيخ فاضل، يجوز. قفل الشيخ فاضل، قفل ينشرون الفاحشة باسم آل البيت. السيستاني صمام أمام الفاسدين، صمام أمام الزنا، صمام أمام الزنات والفجور. ألا لعنة الله على السيستاني. شفتم الفتوى؟ شفتم القذرة؟ وكان لازم فاضل التميمي يغلق الخط. هيقول إيه؟ هيقول إيه على الفضايح دي؟ ده احنا ما شفناش حكام من حكامات اليهود طلع أفتى بمثل هذه الفتاوى. أي والله عمرنا شفنا حكام من حكامات اليهود. اليهودية تقدم نفسها ل10 من اليهود يتزوجونها كل واحد ساعة ولا حاجة. أعوذ بالله من هذه القذارة. كان معكم فاضل. إلى متى يهرب وكلاء السيستاني؟ طب نسأل مين؟ الحكم لك أيها الشيء العقل.